السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في حلقة شيقة جدا عن ايه هي يا دكتور اهم المشاكل اللي بتتعرض لها السنان. ممكن واحد يستبسط الموضوع يقول يعني كلام واضح جدا او مش محتاج شرح، اقول لك لا، احنا هندي بصفة عامة كده ايه هي الحاجات اللي ايه الاساسية اللي السنان بتتعرض لها من ناحيه تسوس او كده. احنا عارفين ان معظم مشاكل الاسنان واللثه، خلينا متفقين ان هي دايما بتكون بسبب التسوس في الغالب. التسوس بيحصل، فهو اللي ايه، هو اللي بيضعف السنان، وهو ساعات اللي ايه بيدخل بعد كده يبتدي ان هو يعمل لي في اللثه التهابات وحاجات زي كده. فعايز اقول لك بعد كده، طيب الالم اللي بيحصل فيهم بيكون ناتج عن اسباب زي ايه؟ اسباب زي اول حاجه ان تصاب جذور السنان بعدوى بكتيريه او فيروسيه. جذور السنان عندي بيحصل لها عدوى سواء بسبب بكتيريا او بسبب فيروس. ده اول حاجه. تاني حاجه مثلا تعرض السنان للكسر. اي حاجه مثلا زي كده، اكلت حاجه ناشفه فجاه مثلا راحت الايه، السنه اتكسرت او الضرس اتكسر. دي تاني حاجه. طيب تالت حاجه عندي بعد كده في ايه تاني؟ عندي قال لي لو في مشكله مثلا في حشوه وانت اهملتها لفتره طويله. طبعا وارد جدا انت بتعمل حشوه مثلا حشوة عادية أو حشوة عصب، بعد فترة بتفلير بتبوظ بتحتاج إنك تغيرها. المفروض تروح عند دكتور مثلا بيعيد لك الحشوة تاني، أو تروح لدكتور تاني لو أنت مش واثق في الأولاني يعيد لك الحشوة تاني. إنما إنك أنت بتسيبها وبتهملها، الموضوع إيه بيجيب نتائج سلبية بعد كده. دي الحاجة يعتبر اللي قبل الأخيرة. آخر حاجة في الآخر إنك أنت تقعد تمضغ الأكل لفترة كبيرة على ضرس يكون مصاب، عارف إن هو مكسور، إنه طالع له بلب بولب من جوه، فيه زي حاجة طالعة كده. يعني عايز أقول لك باختصار كأنه إيه، كأنه عايز يتحشى عصب أو في مشاكل، ومع ذلك أنت بتستسهل كل فترة بتاكل عليه كده بطريقة غير مباشرة، أو حتى لو مش أقصد مش واخد بالك، أو مثلا بتاكل عليه وقت أول ما تلاقيه يبدأ يشد عليك تروح إيه توقف الأكل. فعايز اقول لك ان هي دي يعتبر اهم الحاجات اللي ايه بتواجه السنان. لو عندكم اي حلقات عايزين نتكلم عنها مواضيع اكتبوا لي في الكومنتات تحت. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.